السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشاهديني، وياريت اللايك الحلو اللي زيكم كده، وياريت لو فتحتوا الفيديو شاهدوه من البداية للنهاية عشان يتحسب مشاهدة، عشان أحقق شروط السعادة. انا طبعا الفيديوهات بتاعتي ما بطولهاش، يعني اقصى 12 دقيقه 10 دقايق عشان ما اطولش عليكم وما تزهقوش. النهارده طبعا روتين مسائي، حبيت اغير لكم عن الغدا والحاجات دي كلها. عملت لكم روتين مسائي، اديلي كتير ما عملتش الروتين المسائي. طبعا كنا متغدينا الحمد لله، وخلصت كل الغدا وغسلت المواعين وكل حاجه والحمد لله. قلت ايه، كان ورايا شويه غسيل كده كنت لماهم، قلت اطبقهم معاكم. كان طبعا من ضمنهم المايوهات دي كنت غسلاها، عملت دورة غسيل ليها لما جينا من المصيف. عملت لها دورة غسيل كده وشلتها في الكيس بتاعتها. ان شاء الله كده اذا احيانا ربنا السنة الجاية كده تبقى اطلعها وتبقى جديدة، هتوفر عليها السنة الجاية. طبعا ما نشتريش مايوهات، مش كل سنة نشتري مايوهات يعني. احطهم في كيس كده في الدولاب وعلى جنب كده وخلاص، على كده للسنة الجاية ان شاء الله اطلعهم. وكان عندي برضو شوية غسيل كده كنت غسلاهم، قلت اطبقهم معاكم. بقول لكم انا حبيت النهارده اغير لكم عن روتين الاكل والشرب. قولوا لي كده في الكومنتات، رحتوا المصيف ولا لسه؟ في ناس كتيرة مستنية يعني في ناس كتيرة يعني بتبقى عندها ثانوية عامة مستنية لما يخلصوا، ربنا ينجحهم يا رب ويقف معاهم. الثانوية العامة دي بتبقى ضغط على الأولاد وضغط على الأمهات، يعني ضغط يعني. ربنا يكون في عونهم يا رب وينجحهم وينولهم كل اللي في بالهم، وكل اللي نفسه في كلية يدخلها، وكل اللي نفسه في مجموع يجيبه يا رب. طبعا بلاش تضغطوا على اولادكم الايام دي، عشان احنا في الامتحانات بلاش تضغطوا. هو خلاص اللي ذاكر ذاكر، يعني هو ما جاش على يومين وتضغطوا عليهم، هو خلاص اللي ذاكر ذاكر. كان في من يومين كده بنتي توفاها الله جوه اللجنة، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويسامحها. كانت في اللجنة وتوفت، يعني بيقولوا جالها سكتة قلبية، طبعا من الضغط بتاع الامتحانات والعيال ما بتنامش. ربنا يرحمها يا رب ويصبر ابوها وامها. وكان بيقولوا كمان اللي كان ليها اخت ماتت السنة اللي عدت برضه في نفس الموتة دي وهي في الامتحان. ربنا يرحمهم هما الاتنين يا رب. بلاش تضغطوا على اولادكم في الامتحان، عشان ايه؟ هما خلاص يعني احنا دلوقتي في الامتحانات، سيبوهم براحتهم خالص. والله ربنا ما بيضيع تعب حد. انتي تعبت طول السنة ربنا هيديك تعبك، ما تعبتيش برضو ربنا هيديك على قد تعبك. يعني هو ما تضغطوش عليهم في ايام الامتحانات دي. انتوا ما ذكرتوش، انتوا ما عملتوش، هو كل واحد آه مستواه كده. انت مستواكي ابنك او بنتك مستواكي كده، ما تضغطيش عليها. وبرضه لما يجيبوا النتيجة ما تقوليش انت ما عملتيش، انت ما ذكرتيش، انت ما شدتيش حيلك. هو نصيبها كده هواتي ومستواها كده هواتي. بلاش تضغطوا على اولادكم في الامتحانات وفي المذاكرة. انا بقول لكم كده والله، عشان اللي بنشوفه ايام الامتحانات بتاع الثانوية دي والحاجات اللي بنسمعها، والعيال بتطلع منهارة من الامتحانات. ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم ويجيبوا كل اللي نفسهم فيه، المجاميع اللي نفسهم فيه، ويدخلوا الكليات اللي نفسها فيه. طبعا بقول لكم كده عشان في ناس كتيرة لسه عندها لو حد بيسمعني يعني عنده حد في الثانوية. هنا بعد ما طبقت الغسيل وحطيته في الدولاب، قلت اعمل كده عصير. كان عندي مانجا في التلاجة كنت جايباها واحطها في التلاجة. كان الكيلو عامل 30 جنيه، بس المانجا كانت طعمها زي السكر يعني. هو على ما اظن كده البشاري المانجا السنه دي هتبقى كتيره، يعني انا شايفاها في السوق كتيره ورخيصه كمان. يعني الكيلو المانجا عامل 30 جنيه ولسه يعني ايه هتزيد زياده يعني. بس ما تخزنوش دلوقتي، خزنوا في شهر 7 اخر 7 كده ابتدوا يخزنوا. دلوقتي لحتوه على قد الاكل العصير بس. عملت كده درع عصير وحطيته في التلاجة. النهارده اعمل لهم حاجه حلوه كده نسهر بيها. طبعا انتوا عارفين الاولاد خدت الاجازه وقاعده في البيت، لازم كل يوم يومين 3 كده تعملوا لهم حاجه حلوه من البيت عشان يفرحوا كده. وانتوا عارفين الاولاد قاعدين في البيت ايه ما يزهقوش. عملت النهارده كيكه جاتوه هاتو. جبت كده كوبايتين سكر، حطيت عليهم كوبايتين لبن، وحطيت عليهم اللهم صل على النبي كوبايه زيت،
وكان عندي برضو الكاكاو ده اللي كنت جايباه معاكم في المشتريات، حطيت حوالي كوباية او كوباية الا ربع كده. بس انت لما تجيبي الكاكاو هاتي الكاكاو النوع الاسباني، بيبقى كاكاو حلو وخام، هتلاقيكوا شايفين لونه كمان، ويديكي طعم كاكاو، يعني يديكي قوام حلو ولون حلو. في انواع كاكاو تاني في السوق بتبقى ارخص، بس بتبقى ايه، هتحط كمية اضعف يعني الضعف، لو حسبتيها هتلاقيها برضه هتبقى معاكي بنفس السعر. انتي هاتي الحاجة النظيفة هتديكي نتيجة حلوة. طبعا ايه، حطيت برضو بعد ما حطيت كوباية الزيت، جبت نص كوباية زيت كمان وحطيتها والخلاط شغال كده، حطيتها واحدة واحدة لغاية ما القوام مسك معايا زي ما انتوا شايفين اهو. انا عاوزة القوام ده، القوام ده اللي انا عايزاه تفضل تحط كده، ما تحطيش الزيت النص كوباية مرة واحدة، لا حطيها واحدة واحدة والخلاط شغال. وبعد كده ايه، شلت منها حوالي كده كوباية، ايوه كوباية، شلت منها كوباية عشان ايه هعزيها بعد كده يعني. بس انتوا امشي معايا واحده واحده وما تسرعوش الفيديو. شلت كوبايه حطيتها في التلاجة على ما اعمل الكيكه. جبت كده بيضتين، جبت كده بيضتين كسرتهم وعليهم باكو فانيليا وبس كده اهوت. وبعد كده ضربتهم تاني في الخلاط، هو بس بيضتين وباكو فانيليا وخلاص. وضربتهم في الخلاط كويس. تفضلي تضربي كل ما تضربي الكيكه معاكي تطلع معاكي هشه وحلوه. الكيكه بتبقى هشه من كتر الضرب فيها، يعني تضربي فيها كتير لغايه ما تعمل معاكي الفقاقيع دي تبقى معاكي كيكه حلوه. شايفين لون الكاكاو حلو ازاي؟ عشان ده بيرجع للكاكاو الخام اللي انت جايباه. وبعد كده تفضيها في طبق وتحط عليها كوبايتين دقيق بس، وباكو كيك شيف وذرة ملح صغيرة، وخلاص على كده انت عملت احلى كيكه. وهتعجبكم ان شاء الله وهتعجب ولادكم، يعني جربوها النهارده كده، اعمليها كده لما تسمع الفيديو كده. جربي لو مثلا جربي اعمليها لولادك وهيعجبوها، وهيقولك يا ماما اعمليها لنا كل يوم بدل ما تشتري من بره القطعة. مثلا هتجيبي مثلا كل واحد قطعة او كيكاية من بره هتبقى سعرها غالي. اعملي الحاجة في البيت، حاولي كده تعملي كل حاجة في البيت لولادك، طبعا انضف واحسن وانت عاملاها في البيت وضمناها واوفر. وكمان ما تدوريش على التوفير، تدوري على النظافة، يعني انت عاملاها بايديكي في البيت هتعمليها لولادك بحب. هنا طبعا كنت عملتها وكنت مشغله الفرن، دخلتها قلت على ما تستوي اعمل الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه ده اللي كنت جايباه معاكم في المشتريات. حطيت كوبايه كده كريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه ده بجيبه خام معلوش سكر. انا طبعا عندي السكر بودره، يعني ده الحاجه السكر بودره ده كان عندي من رمضان، من حاجه العيد يعني اللي عملتها في رمضان. كان عندي سكر بودره، حطيت كوبايه كريم شانتيه قدها سكر بودره وكوبايه ميه وخلاص على كده. كوبايه ميه كمان، هاتي كوبايه ميه انسعه من التلاجة كده واضربيهم بالمضرب بالكهرباء. لو عندك مضرب كهرباء اضربيهم بالمضرب اليدوي واضربيه برضو، بس المضرب اليدوي ده بياخد وقت يعني ما بيتضربش بسهولة. بس انا بضرب برضو عادي يعني بيتضرب معايا زي ما انتوا شايفين. وجبت كده حوالي معلقتين من اللي انا شلته قبل ما اعمل الكيكه، من المكونات اللي شلتها من اعمل كيكه من الخلاط، عشان هي تكسر اللون الابيض. عشان انا الكيكه النهارده عاملاها بالشوكولاته، حبيت كده اكسر اللون الابيض كده بمعلقتين منهم زي ما انتوا شايفين كده. وهسيبها في التلاجة تسقع كده على ما الكيكه تطلع من الفرن وتبرد براحتها خالص. وتستني كمان لما الكيكه تبرد خالص عشان ما تسيحش معاك الكريم شانتيه. هنا طبعا الكريم شانتيه كنت حاطاه في التلاجة بوريهولكوا اهو. بعد ما الكيكه استوت وسبتها تبرد خالص حوالي ساعه كده، قلت ايه، انتوا عارفين طبعا في الصيف ده الحاجه ما بتبردش بسهوله. سبتها تبرد براحتها. وبعد كده انت لو حابه تفضيها كده على شبكه او اي حاجه فضيها، بس انا ما فضيتهاش صراحه، سبتها في الصينيه زي ما هي. جبت الكريم شانتيه كده وفضيته عليها وسويته كده، تسويه كده في كل الاتجاهات، تسويه كويس كده. شايفين قوامه حلو ازاي؟ بقول لكم كوبايه وكوبايه سكر، كوبايه كريم شانتيه، كوبايه ميه وتضربيه. وبعد كده بعد ما حطيتها برضو كريم شانتيه وحطيتها حوالي نص ساعه في التلاجة برضو عشان كريم شانتيه يمسك نفسه يعني ما يسيحش في الحر ده. انتوا عارفين الحر ده بيسيح الحاجه بسرعه. جبت الكوبايه دي اللي كنت شايلاها معاكم كبيتها عليه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بقول لهم كان طعمها حلو، ولما عجبتهم قالوا لي يا ماما بعملها لنا يوم كمان. قلت لهم ان شاء الله من عيونها هعملها لكم يوم تاني كمان. بقول لكم حاولوا كده تفرحوا اولادكم، شوفوا بحاجه بسيطه بيفرحوا ويبقوا فرحانين، ويعني ويقولوا لك ربنا يعني
يبقى عاوزين كل حاجة كده من ايديك كل يوم. شايفين اهو، هي ممكن لو كانت كترتها شوية كانت هتدي اللون، بس هي برضو كانت حلوة يعني، كان طعمها حلو، كانت عاجباهم. فهبقطعها معاكم. انت لو حابين تفضوها من الصينية على شبكة فضوها، اللي انا خليتها زي ما هي في الصينية اهو. وقطعها التقطيعة دي على حسب ما بتحبيها، حابة تقطعيها زي الجاتو اللي بتجيبيه من بره عادي، بس انا قطعتها قطع صغيرة، قلت عشان اللي ياكل القطع ياكلها يعني الاخر. شايفين لونها؟ وكمان لما بقطعها بالسكينة بتدي شكل احلى. شايفين السكينة بتسحب كده الكريم شانتيه والشوكولاتة، بتديها شكل احلى. شايفين الشكل بتاعي حلوة ازاي؟ وهطلعها معاكم واوريها لكم كمان. هنا طبعا كنت طلعتها بس اللقطة دي اتحذفت مني. وهنا طبعا العصير المانجا كنت بصبه. شايفين قوامه تقيل ازاي؟ انا مبحبش العصير المانجا الخفيف، بحبه تقيله كده. شايفين اهو. ممكن تعملي منه كمان كوكتيل، لو عندك اي انواع فاكهة، تفاح، موز كده، تقطعيه ويبقى برضه عصير كوكتيل حلو في البيت. وطبعا كنت جايبين التسالي دي، كنا جايبين لب ابيض ولب اصفر وفول. طبعا لازم ايه، نكسر الحالة بتاع الجاتو والعصير كده، نكسر الحالة بحاجة حادقة يعني. وبعد ما كنت هعمل فشار قلت لا خلاص نجيب التسالي دي نتسلى بيها. يعني بقول لكم انتوا عارفين الاجازة دي يعني سهر، يعني تسالي. حاولي كده تعملي كل حاجة في البيت وقاعدة حلوة كده عشان الولاد ما يزهقوش، وانت طبعا كتغيير عن تحس تفصلي كده عن اليوم. شايفين؟ جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنا بقطعها واوريها لكم، كانت طريه وحلوه. شايفين؟ زي اللي بنجيبها من بره واحسن كمان. ورشيت عليها كده فرماسيل الوان عشان اكسر اللون البني. ولو وصلت لغايه هنا ما تشتركوا في القناه، ومع السلامه.